ازاي تذاكر في كليه صيدله؟ بص يا دكتوره، كليه صيدله ما بتعترفش غير بالورقه والقلم. يعني بص، انت لو في امكانيه انك تطبع المحاضره قبل ما تروح الكليه اطبعها وخدها معاك تروح الكليه. مفيش امكانيه مفيش مشكله، هتدخل المحاضره انت قاعد يا باشا طول المحاضره، انت ما بتعملش حاجه غير انك مركز مع الدكتور، واي نوتس الدكتور بيقولها او بيقول لك ركز على الحته دي فبتعلم عليها وبتركز عليها كويس قوي وانت في المحاضره. بتخلص محاضرتك يا باشا وبتروح البيت، خلاص انت معاك النوتس وانت لسه واخد المحاضره والى حد ما مجمع الدنيا في دماغك. بتقعد تذاكر المحاضرة بقى تاني لو عايز، وطبعا بتكون مسجل الريكورد بتاع المحاضرة وانت في الكلية. لو عايز تسمع الريكورد تاني تأكد على المعلومة مفيش أي مشكلة. تمام كده، انت كده خدت النوتس بتاعتك وذاكرت المحاضرة وسمعت الريكورد تاني لو انت محتاج تسمعه، وخلاص فهمت الدنيا والدنيا معاك تمام. هتعمل ايه بقى؟ هتجيب ورقتين تلاتة أربعة فاضيين أيا كان، وهتنقل المحاضرة تاني فيهم. مش هتنقلها بقى كوبي بيست، عايزك بقى كل اللي انت فهمته في دماغك ده هتعمل له عصف ذهني في الكام ورقة اللي قدامك دول، كأنك بتشرح المحاضرة دي لحد تاني. هتقعد بقى هتفنط الدنيا، هتقول له والله احنا مثلا كنا بنتكلم النهارده عن كذا، لو حصل كذا بيحصل كذا. بتفنط الدنيا كلها في حوالي 3 4 ورقات في ايديك، اخلي العدد قليل على قد ما تقدر. بتفنطها في 3 4 ورقات. اصبح ان انت بعد ما فهمت المحاضره، انت اصبحت المحاضره في ايدك عباره عن 3 او 4 ورقات مثلا متفنطه في دماغك. تيجي بقى يا باشا باقي الاسبوع او في الوقت اللي انت فاضي فيه، كل ما انت فاضي كده هتيجي تفتح المحاضرات بتاعت الاسبوع. طبعا هي متفنطه كلها في ايدك 3 4 ورقات لكل محاضره كده. هتقرا فيهم بس كده وانت قاعد، هتحس ان انت بتجمع الدنيا والدنيا مجمعه معاك. هتعمل الكلام ده مثلا مرتين في الاسبوع او مره اخر الاسبوع، لو انت ذاكرت المحاضره في اول يوم. هتيجي بقى قبل الميت هتلاقي الدنيا معاك لحد ما كويسه. انت هتيجي قبل الميت مذاكرتك من الورق اللي انت عامله ده سواء للميت او سواء للفاينل، فهتلاقي نفسك وفرت على نفسك ياما. طبعا انت مش هتعرف تعمل الكلام ده ومش هتعرف تفنط المحاضره غير لو انت مركز في المحاضره كويس وذاكرتها في البيت كويس. تمام، فالموضوع مش بالسهوله اللي في دماغك، بس لو عملت الموضوع ده هيسهل معاك كتير جدا. انت هتتعب في اول يوم بتاخد فيه المحاضره في التلخيص وفي ان انت تفهم المحاضره، بس هتريحك بقى باقي الترم سواء في الميت سواء في الفاينل سواء في الكوزات في اي حاجه. فانا شايف ان دي انسب طريقه لاي ماده في كليه صيدله، وبالتوفيق ليكم.